منين كنا صغار وحنا كنسمعوا عن اسره تاع عيشه قنديشه. هاد عيشه قنديشه اللي ركبت الرعب الكبير وشنو هي القصه الحقيقيه لهاد الاسره المغربيه وشنو اللي خلاها تحول من انسانه عاديه لجنيه. القصه كامله غادي نحكيها معكم. كاينين بزاف ديال القصص على هاد القصه، كل بلاصه في المغرب مختلف القصه على حساب كل منطقه. كل منطقه عندها سميه مختلفه، كاين اللي كيسميوها لاله عيشه، كاين اللي كيسميها عيشه القناويه، وكاين اللي كيسميها عيشه السودانيه. كاينه اسطوره كتقول انه عيشه قنديشه عاشت في القرن ال15 وانها كانت مجاهده كتخرج للحرب وكانت ساعدت الجيش المغربي في مقاومه الاحتلال البرتغالي. كانت انسانه قويه بزاف، بعض الناس يقولوا عليها انها كانت عندها قوه 1000 رجل وانها قتلت من الجيش البرتغالي اللي ما قدرش الجيش كامل يقتله بسبب الرعب اللي كانت مسبباه البرتغال. ولو البرتغاليين تيقولوا عليها انها جنيه وماشي انسان، وهذيك القوه اللي عندها مستحيل تكون عند امراه عادي. وكيتقال انه ما بين القرن 15 و 16 فقررت انها تنتقم منهم، واي واحد شافته كتصفيها ليه بلا رحمه بلا شفا، حتى سموها بعيشه قنديشه. وفاش كتلاقى بشي جنود كتسحرهم بالجمال ديالها وكديهم معاها لورا الجبل. فاش كيوصلوا كتصفيها لهم، وكانت كتلبس لباس طويل وشعرها كان كحل طويل، ورجليها كانوا فحال ديال الحيوانات اي الماعز ولا البقر. وكما كيقولوا انه عايشه قبل ما تحول الجنيه كانت انسانه صالحه، ما كانتش انسانه سيئه، هي غير حاولت انها تساعد الجيش المغربي ضد البرتغال، وانه مقتل الزوج ديالها هو اللي ولد نار الحقد والانتقام. فبسبب داك الشيء وانها كانت كتمشي بالليل المقابر تحولت للجنيه. وبزاف اللي كيقولوا انها كانت كتصفيها لدوك الجنود باش كدير بهم طقوس شيطانيه وكتاكلهم وكتشرب من الدم ديالهم، وانها كانت كتستهدف الجنود اللي كيكونوا مزوجين حيتاش كانت كتحس بالغيره لانهم كيفاش هما قتلوا ليها راجلها وعايشين فرحانين مع عيالاتهم. شي ما يمكنش، وحتى هما خاصهم يموتوا وعيالاتهم يحسوا بداك الشيء اللي كانت كتحس. من بعد هاد القرون والعقود اللي دازت بقات قصه عيشه قنديشه كدور من جيل لجيل، وكيقولوا انه اي واحد كيشوفها في الليل كتحط عليه اللعنه ديالها، هادشي الا ما صفاتهاش. وبزاف الناس قالوا بانهم فعلا شافوها. واحد البنت قالت انها في واحد الليله كانت مسافره هي وعائلتها في الطوموبيل، وباها كان سايق بهم مع الجوج ديال الليل. باها كان كيسوق وعائلتها كلها ناعسه، وهي كانت فايقه في داك الليل، وانه ديك كانت كتصفر ما كاين حتى شي واحد، وكان اصلا تماك غير الخلا، وهي جاها الجوع وبغات تاخذ شي حاجه تاكلها. ومني بغات دور اللور حدا ماماها باش تعطيها ما تاكل غتشوف شي حاجه اللي ما كانش كتخيل. قابلت مع الزجاجه اللورانيه تاع الطوموبيل حتى كتبان ليها عيشه قنديشه. البنت غوتات بكل جهد عندها لدرجه انه باها كان غادي يدير حادث فريق. ومني عاودت ليهم داكشي اللي شافت قالوا لها راكي غا كتحلمي، كنتي ناعسه وكتحلمي. قالت لهم لا انا متاكده داكشي اللي شفتو هو حقيقي. ومن تما عمرها ما بقات داز سمدك. كاينين بزاف ديال القصص كيداولوا عن عيشه قنديشه، واش هادشي صحيح ولا لا الله اعلم. حنا تنقولوا هذه غير اسطوره، ولكن في هاد الدنيا حتى حاجه ما مستحيله. واحد الري اخر كان بالليل كان كيحفظ حيت كان عنده البار. ملي كان كيحفظ كانت حداهم واحد الحديقه دا الدار كانت مزيانه وكلشي تيقول بانها واعره والديكوراسيون فيها كان زوين، كانت نقيه بزاف لانهم اهل الحي كلهم كانوا كينقيوها وكيعتنيو بديك الحديقه. الدري ما بغاش يحفظ في الدار، قال اجي الليل هذا والدار ناعسين اجي نخرج لديك الحديقه ونحفظ رانا حدا دار. الدري هز كتباتو وجلس في ديك الحديقه وكيدور الصفحه الثانيه الثالثه هو كيحفظ وتيكتب وكيراجع حتى غيحس باللور ديالو انه كاين واحد الخيال واقف حداه. وجات واحد اليد من اللور وهي تقيسو. الدري دورها اللي غادي يدور غادي يشوف عايشه قنديشه بدوك المواصفات اللي مراه لابسه جلابه طويله بيضاء وشعرها طويل كحل، ولكن رجليها راه كانوا رجلين ديال الحيوانات اي الماعز ولا البقر. الدري من تما ضربها بجريه لدارهم، وفي ديك السنه كان سقط وعمره ما بغى يهز شي كتاب. نتوما اش كتقولوا؟ هاد القصص يقدروا حقيقيين ولا لا، ولا بنادم كيزيد فيه؟ كيف ما قلت لكم هاد الدنيا ما كنستغربوا والو، كلشي ممكن. الا عجبتكم القصه ديروا لايك واشتراك، وكنقول لكم باي باي حتى قصه جديده، وكنبغيكم بزاف. باي.